السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وصحتكم مليحه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم مع وصفه المقيرد، هذا بلا زبده بلا سمن، تقدري تعتمدي كمشروع في رمضان وفي الاخير ان شاء الله. نشوفوا تدبيره. قبل ما نبدا نحضر الوصفه نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. هنا يا خياتي كانوا عندي 4 غرف دقيق متوسط وغرفية زيت للأمانة كانت فيها مغرف زبدة. كانت عندي الحق هنايا قبل ما نبدأ لحت قرصة ملح و4 غرفة تاع الدقيق. هنايا لحت الزيت وبديت نبسس فيه مليح مليح باش يدخل داك الزيت في داك الدقيق. هنا الوصفة تقطع كمية كبيرة كبيرة، تقدري يعني تاكلي وتوكلي. الا حبيتي غير قيسك عاودي ديري بالكاس، قيسي غير قيس كاس ديريه تكفيك. هنايا كان عندي تمر الغرس فورته، زدتلو جنجلان وزيت وقرفة وعجنته مليح وبديت نحربش فيه حطيته. هنا العجينة خياتي تقدروا تخلوها من ساعة الى ساعتين، واذا تقدري انك تخليها تبات خليها تبات. هنايا بعد ما ريحت قيس واحد الساعة برك، ساعة جبت كاس ماء زهر وكاس ماء وبديت نرش في العجينة. خياتي ما تعجنوش وما تلموش ياسر باش ما يدير لكمش العلك ويجيكم قاسي ياسر. هكا غير بين صباعتيكم تحركيه لين تحسي بيه باللي راح تبلل وتشمخ كل الدقيق. هنايا جبت البنات، جبت كيس نتاع كيس الخبز وبديت نحربش في الحربوش نتاعي. هنايا الكيس يساعدك ياسر ياسر باش يعاونك باش ديري المقيرد نتاعك. خياتي هنا ديت انا كميه كبيره، بصح انتي كي تبداي حاولي انك تدي كميه صغيره لانه في الاخير قعدت لي محلوله شويه. هنايا بعد ما شكلته نعاود نحلو بصباعتي مليح ونجيب التمر نتاعي. المقيرد ما يديش تمر ياسر، نحاول اني نرقو مليح مليح باش ما يفتتوليش لانه اصلا الحجم نتاعو صغير. هذا اذا كنا راح نديرو كيما تاع المحلات. شوفوا خياتي هنا نعاود رققت التمر نتاعي باش ما يتحليش، ونحاول نغلق مليح العجينه نتاعي باش كي نلوحو في الزيت ما يتحلش ويخرج لي التمر ويحرق. شوفوا نعاود ثاني نغلق عليه البلاستيك كيما في الاول، نعاود نغلق عليه مليح مليح، نعاود نشكله بصبعتي ونعاود نحربشه من داره جديد لين يشد الشكل نتاعو مليح. كما راكم تشوفوا البنات هنايا بعد ما حربشته مليح قعدت لي واحد البلاصه برك مفتوحه شويه، ايفيديتا ما درتهمش وخلاص اختاشي ما تسكر ليش مليح. هنايا تقريبا سمك 1 سنتي ولا 1.5، اني درتو كل صغير ما درتش الكبير كما كنت. بالنسبه للطياب نتاعو خياتي لازمك الزيت تحميه مليح 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 مليح، تحطيه يسخن ومن بعد تعاودي تعدلي النار نتاعك تخليها متوسطه باش ما يحرقلكش. وثالث حاجه لازم قصارونه يعود الزيت فيها غارق باش كي تلوحي المقيرد نتاعك يتغطى كامل
ويجي لون واحد ومتوحد من كل جهة. طيب كيما راكم تشوفوا خياتي هنايا طيبته، ومن بعد وجدت العسل نتاعي. كانت عندي العسيله، زدت لها شويه ما زهر، خلطتها مليح. راكم تشوفوا هنايا خياتي بعد ما طابلي ديريكت ما تخلوش يبرد من الزيت للنار، من الزيت للنار باش يطيب مليح باش يتعسل مليح مليح مليح. كيما راكم تشوفوا خياتي يعني جا معسل ما شاء الله، واحد البنة كيما 100% كيما نتاع المحلات. اللي يشتي تاع المحلات كيف خياتي مقرمش مش مبسس كيما نتاع الزبدة، بصح مقرمش وطري من الداخل، من البرا مقرمش ومن الداخل اطري. كيما راكم تشوفوا الحبه بين صباعتي تكسرت. التدبيره رمضان ان شاء الله اللي تنقص عليك شويه. هنايا جبت علبه بلاستيكيه وبديت نحط فيه كيما راه ما هو طايب ما والو، بديت نحط فيه طبقات طبقات. في رمضان ان شاء الله ينقص عليا التعب، ينقص عليا الوقفه نتاع 3 سوايع ولا ساعتين وانا واقفه وانا نطيب. سيرتو اللي عندها العيال، سيرتو اللي راه طيب كميه كبيره. هنايا بين طبقه وطبقه درت بلاستيك الغذائي باش الريحه ما تدخلش. ماذا بكم ثبتوا على العلبه او البلاستيك، تغطيه من كل جهه. أنا إن شاء الله في سهريات رمضان، في أيام رمضان كي تحبي ولا تخرجي الكمية اللي باغيتها وتقليها وتعسليها دغيا جديدة. كما راكم تشوفوا خياتينا حتى بعد ما كملت غلقته بطبقة الأخيرة تاع البلاستيك الغذائي وغلقتها مليح